السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من البوكس أوفيس الهندي. وفي حلقة النهاردة هنستعرض لكم آخر أخبار الأفلام الهندي الجديدة اللي صدرت الأسبوع ده، وكمان هنتعرف على ترتيب أفضل 10 أفلام حققت إيرادات في السينمات الهندية مع تقييم وتصنيف لكل فيلم. فمن غير ما نطول عليكم، يلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا كالعادة بالمركز العاشر بالفيلم الكوميدي الدرامي ياريان 2، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 20/10/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 29 مليون و500 ألف روبية هندية، اللي بتساوي تقريبا 354 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 8.1 على موقع IMDb. हमारे रिश्ते न कूड़े के ढेर में समर्पित हो चुके हैं। أما المركز التاسع فجه فيلم الأكشن والخيال العلمي جنباث، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 20/10/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 128 مليون و500 ألف روبية هندية، وبيساوي مليون و545 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 5.3 على موقع IMDb. अब उनको जब डर लगता है ना तब अपन बहुत मारता है। وفي المركز الثامن جه فيلم الأكشن تيجاز، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 27/10/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 54 مليون روبية هندية، بما يعادل 648 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb. This is not personal. It is personal for me, sir. टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे इस दुनिया से निकाला जा सकता है। Flight time will be 45 minutes. मैम, प्लान इंडिया से टेक ऑफ करने का नहीं है। أما المركز السابع فجه الفيلم الكوميدي العائلي أنفيميجولي، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 3/11/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم لحد دلوقتي 12 مليون روبية هندية، واللي بيساوي 144 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 8.9 على موقع IMDb. 27 रिश्ते आए हैं 27। अरे तू क्यों शर्माता है पगले? तेरे लिए एक भी नहीं है, सब के सब पारों के लिए आए। रोहित पटेल। وفي المركز السادس جه فيلم الأكشن جوان، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 7/9/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 6 مليار و442 مليون روبية هندية، واللي بيساوي تقريبا 77 مليون و466 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb. जब मैं विलन बनता हूं ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। أما المركز الخامس فجه فيلم الأكشن ليو، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 19/10/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم لحد دلوقتي 3 مليار و348 مليون روبية هندية، واللي بيساوي تقريبا 40 مليون و182 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 7.7 على موقع IMDb. అవయంత ఊరయ్యేమాతల ఊలగత్తయ్యేమాతల أنا ينيمات முடியாது. وفي المركز الرابع جه فيلم الدراما 12 فيل، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 27/10/2023،
385 مليون روبية هندية، وبيساوي تقريبا 4 مليون و620 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 9.2. وفي المركز الثالث جه فيلم الأكشن الكوميدي جيجار ثاندا، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 10/11/2023، وبلغ إجمالي إيراد الفيلم 400 مليون روبية هندية، واللي بيساوي 4 مليون و800 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 8.4 على موقع IMDb. അവനോട് ബലം മടിത്തനം അണിവരെല്ലാമേ ഊർക്കുറുത്തെണ്ണം വളർത്തിവിട്ട അന്ത 4 മൃഗപ്പയലുകത്താണ് അന്ത 4 റൗഡി പയലുകൾ സാവണം മുഖ്യമാ അന്ത മധുരൈക്കാരൻ. ودخل المركز الثاني الفيلم الجديد الوحيد اللي معانا الأسبوع ده، وهو الجزء الثاني من فيلم المغامرات الكوميدي كيتشادي، واللي صدر في سالي إيرادات الفيلم 28 مليون و500 ألف روبية هندية، واللي بيساوي تقريبا 342 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 6.5 على موقع IMDb. وفي المركز الأول واللي مازال متصدر شباك التذاكر الهندي للأسبوع الثاني ليه فيلم الأكشن تايجر 3، واللي صدر في السينمات الهندية يوم 12/11/2023، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم لحد دلوقتي 2 مليار و400 مليون روبية هندية، واللي بيساوي 28 مليون و800 ألف دولار. والفيلم حصل على تقييم 7.7 على موقع IMDb. अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को। وبكده خلصت حلقتنا عن آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس الهندي، فبنتمنى تكون الحلقة عجبتكم. وما تنسوش لو حابين تتعرفوا على آخر أخبار أفلام البوكس أوفيس الأمريكي هتلاقوا سايب لكم رابط الحلقة في الوصف، ويسعدني إنكم تتفرجوا عليها وتقولوا لي رأيكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.